السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين والسادة المشاهدين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم تقبل مني ومنكم صالح الأعمال. النهاردة بقى يا أولاد هعمل لكم معايا أكلة بقى تستاهل بقكم. هعمل لكم إيه؟ هعمل لكم محمر ومشمر. عارفينه؟ اللي بيقولوا عليه المحمر والمشمر هو اللي أنا هعمله النهاردة. طبعا كل ده يعني هي حاجه واحده بس بتطلق على المحمر والمشمر. تمام، هقول لكم ايه. طبعا دخلت معاكم حته لحمه سمينه كده ما شاء الله. الاكله دي بتحب اللحمه الملبسه. تمام، يعني اللي بحبها كده واللي بحبها كده عادي، بس هي لا يستحسن باللحمه الملبسه. تمام. بعد كده دخلنا مع بعض جبنا ايه. جبت حله حطيتها على البوتاجاز وحطيت فيها ايه شويه زيت او سمنه او زبده متاح عندك عادي. تمام. بعد كده ضفنا لها ايه ورقه اللورا وفص مستكه وفص حبان وفص متلوحه معاها. بعد كده نزلنا باللحمه بقى ما شاء الله كده ايه، نديلها تشويحه حلوه مع الزيت الاول في البدايه كده. كنت انا مجهزه معايا طماطم وبصل، بس احنا هنسيب ده لحد ما ايه، ما ندي للحمه صدمه حلوه تحمر معانا تاخد لسعه كده. تمام. طبعا هنبقى نقلبها بقى بالطريقه دي كده. شايفين انا كنت هتلفها ازاي؟ شايفين اهو ربنا ستر الحمد لله. والله العظيم يا جماعه يعني ربنا هو اللي عنده الستر من عنده. بتحصل معايا والله الحركه دي كتير وربنا يسترها علينا وعليكم جميعا. تمام. بعد كده بقى شايفين الصدمه اللي انا بقول لكم عليها اللسعه دي. لو واخدين بالكم اللحمه اتحمرت معانا اهي وهي لسه ناي. انا عايزه اللسعه دي. تمام. هي دي بقى الصدمه اللي انا بقول لكم عليها اهي. شايفين ما شاء الله. انتوا تقولي كده، ده احنا لسه في اول الشتاء، مش عارفه الجو ماله بادئ معانا كده بتغييمه وقالب، مش عارفه ربنا يسترها بقى. طبعا بعد كده جهزت حبايتين طماطم قطعتهم 4/4. تمام. ببدا ان انا احط الطماطم الاول. ليه بحب احط الطماطم الاول مع اللحمه؟ بحبها ان هي ايه، تاخد من لسعه الزيت او السمنه، ان هي ايه تبقى قاع الحله من تحت، بحيث ان هي تنزل ميه حمرا كده او تخلي لون الشوربه حلو، تخلي لون الشوربه احمر كده وجميل، ما خلاهاش بيضه لا، وبتدي طعم حلو برضو جبت بصلتين قطعتهم 4/4 اهي. شايفين البهارات بتاعتها برضو مش كتير ولا حاجه اهي. فلفل اسمر، كزبره، بهار لحمه، كمون. تمام. بسيطه جدا. بس انا مش بحط الملح يعني ايه في الاخر، مش بحب احطه في الاول، بحب احطه في الاخر. يعني بحس ان اللحمه استوت، لان الملح بيساعد على ان اللحمه ما تستويش بسرعه. تمام. فطبعا احسن حاجه في اللحوم لما تيجي تتسوى ما يتحطلهاش اللحم بدري، الملح بدري، سوري، الملح بدري. تمام. كده نسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها شويه كده وشويه لحد ما ايه، ما تستوي. هنبدا هنا نحط لها العيار بتاعها او المرقه بتاعتها. تمام. شايفين لون الشوربه ما شاء الله جميله ازاي من قبل ما تستوي، يبقى لونها كهرماني كده وشكلها حلو. تمام. كده ظبطنا لها الشوربه بتاعتها اهي. اهم حاجه اللي محطش لايك يا جماعه يحط لايك، انا شايفاكم اللي محطش لايك يحط لايك. ايوه. ودايما نصلي على الحبيب في كل وقت وفي كل حين. عندنا افضل من اي حاجه في الدنيا كلها. ونادى لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويقويهم على اللي هم فيه. بخالص الدعاء ان ربنا ينصرهم يا رب ويصبر قلوبهم ويبرد نارهم. امين يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا جبت حله لبن حطيتها على البوتاجاز كده. تمام. طبعا هو الاساس معانا النهارده. وجبت رز مصري نضيف اهو. شايفين لازم يكون متنقي تنقيه تمام، ما يبقاش في اي حاجه خالص. هغسله واوريه. طبعا هنا غسلت الرز زي ما انتم شايفين. هنبدا ان احنا ايه نحط عليه اللبن يعني بنغطسه في اللبن، بنحط له كميه لبن محترمه. تمام. لو عايزه تعرفي مثلا الكميه بالظبط، يعني مثلا الرز المصري بياخد مثلا كوبايه رز وعليه كوبايه ميه. لا، الرز هنا مثلا نحط كوبايه رز وعليه كوبايتين لبن. تمام. ولو عايزه تضيف مثلا ربع لبن ماشي عادي مفيش مشكله، بس كل ما اللبن بيبقى كتير كل ما بيبقى دسامه اللبن احسن. تمام. حطينا له بقى الملح وهنسيبه يتشرب مع بعضه كده. وبعد كده هنعمل ايه، هنحط فيه اللحم.
الناس طبعا هتقول الله احنا نحط اللحمه في اللبن ازاي؟ والله يا جماعه احنا وانا في بيتنا ما كنتش باكل على طولنا مسمين ده اسمه معمر. رز بلبن كده بيدخل الفرن بناكله بعسل. بس اما اتجوزت جيت هنا في بيت جوزي لقيتهم بيعملوه بالطريقه دي، بيعملوه بالحمام بالبط باللحمه. لما اكلته بصراحه كان تحفه جدا جدا. بس انا بحب اعمله باللحمه والحمام، مش بحب احط في بقى لا فراخ ولا بط، لا انا بحب اعمله باللحمه والحمام. تمام. ويا سلام بقى لو عندك لبن رايب بقى ومش عارفه تستغليه، هي دي الاكله اللي تستخدمي فيها اللبن الرايب. بتعمليه بالرز، بدل ما اللبن معاكي يعني طازه بتستخدميه باللبن الرايب، بيبقى جميل جدا جدا، وبعمل طبقه على الوش كده ما شاء الله جميله. وهجربه معاكم برضو باللبن الرايب. تمام. هنا طبعا اللحمه استوت، هنا نزلتها من البوتاجاز قدامكم قبل ما اعمل اي حاجه. شايفين؟ هبدا ان انا اطلع اللحمه واحطها. وزي ما قلت لكم الاكله دي يا جماعه بتحب اللحمه تكون ملبسه. تمام. بتبقى جميله جدا وهي اللحمه ملبسه، غير ما بتبقى يعني إيه اللي هي القطعيه اللي هي الحمراء الخالص دي. تمام اهو. نبدا ان احنا نطلع الكميه كلها بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. اهم حاجه اللي ما اشتركش يا جماعه في القناه يشترك في يوميات عزة حبش على اليوتيوب من زر الاشتراك اللي تحت القناه، فضلا وليس امرا، عشان القناه تنجح وتكبر كده ان شاء الله. طبعا بعد ما عملت اللحمه حطيتها في الرز زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده بنجيب كيس سمنه وببدا ان انا افضي عليها. ما كانش عندي سمنه في العلب فعندي بواكي من دي، طبعا عندي كميه محترمه منها ببدا ان انا استخدمها. انا حطيت نص الكيس، ما حطيتش الكيس كله، لان زي ما قلت لكم اللحمه ما شاء الله الوحيده دسمه، واللبن اصلا ما شاء الله يعني دسم، ما شلتش القشطه بتاعته، عليه القشطه بتاعته زي ما هي. بعد كده ان انا بستخدمها بالطريقه دي وبدخلها الفرن على درجه حراره 250. بقول لكم هو ده العيار المظبوط. تمام اهو. شايفين؟ بنبدا ان احنا ندخلها على درجه حراره 250 ونسيبها لحد ما تستوي. احلى صينيه رز محمر الطريقه دي، اسمه محمر مش معمر، يعني زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو انا هعمل لكم شويه محمر ومشمر. عارفين يعني ايه محمر ومشمر؟ دايما كنا نسمع واحنا صغيرين المحمر والمشمر، هو ده اهو. ايه رايكم؟ ناكل ونشمر، هي دي، مش محتاجه يعني فكاكه ولا حاجه. شايفين الرز ما شاء الله مفلفل وجميل وشارب من اللبن كده ما شاء الله، حاجه حكايه. اقسم بالله طريقه هتاكلوا صوابعكم وراها، وكل اللي ما جربهاش يجربها ويقول ايه رايه، واللي جربها برضو يقول لي ايه رايه في الكومنتات. تمام. هنا اللحمه جوسي وطريه جدا ما شاء الله. شايفين؟ دايبه دايبه دوب كده، مش محتاجه كلام. يعني انا اصلا مش عارفه امسكها بسبب الحراره بتاعتها. عايزه اوريكم ان هي يعني ما شاء الله دايبه جدا. شايفين؟ ما شاء الله حاجه جميله جميله تستاهل بقول اللي يجربها كده. يعني اللي يجربها ويجي يقول لي الطريقه بتاعته دي يقول لي ان كنت انا طريقتي ناجحه ولا مش ناجحه. وهوريكم برضو التحمير بتاعها زي ما قلت لكم، اهم حاجه التحمير بتاعها. تمام. بقول لكم اعملوا لايك وفعلوا الجرس. تمام. طبعا هنا بقى عيالي جنبي عايزين ياكلوا باي طريقه. طبعا كلهم بيحبوا الاكله دي. حبيت ان انا اوريها لكم برضه على الطبيعه. شايفين؟ دي الجنب وده ارضيه الصينيه. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الحلويات؟ والله العظيم هو الطبق بيتكلم عن نفسه. اللحمه شايفين دايبه ما شاء الله، مش محتاجه حاجه تانية. دي كفيله باحلى عزومه تعمليها. انا بعمل ده عندي في العزومات، اقسم بالله كل اللي بياكلها عندي سواء من بيتنا او من بره البيت او اي حد بعمله طبق اضافي جنب الاكل. ما شاء الله ما شاء الله، والله بيسيبوا الاكل وبياكلوها هي من حلاوتها، بجد من حلاوتها مش محتاجه كلام. وحابه اقول لكم ان احنا وصلنا لاخر الفيديو، واشوفكم في فيديو اخر، والى اللقاء، مع السلامه.